في قلب صحراء طيبة بدأت حكاية ملك صغير سيدهش العالم كله. ولد توت عنخ آمون في قصر ملكي يحمل دماء الفراعنة العظام. كبر بين المعابد يتعلم الأسرار والكتابة الهيروغليفية المقدسة. وفي 9 من عمره جلس على العرش ليصبح فرعون مصر. رغم صغر سنه بدأت البلاد تستعيد قوتها تحت حكمه الهادئ. أعاد فتح المعابد التي أغلقت، فعاد نور الآلهة يضيء القلوب. اجتمع بالمستشارين ليعيد ترتيب أوضاع الدولة المضطربة. وكانت حياة القصر مليئة بالطقوس، الملكية والانضباط الشديد. تزوج من أميرة رائعة الجمال عنخ إسن آمون. شريكته في الحياة عمل على بناء جيش أو يحمي حدود مصر ويرفع رايتها عاليا، لكن جسده بدأ يضعف ومرضه ازداد يوما بعد يوم. حاول الأطباء والكهنة علاجه، لكن حالته تدهورت سريعا. وفي لحظاته الأخيرة بقيت زوجته ممسكة بيده بحزن. رحل الملك الصغير تاركا وراءه لغزا صامتا. بدأت الطقوس الجنائزية وتم تجهيز جسده بكل قدسية واحترام. صنع الحرفيون له قناعا ذهبيا أصبح أيقونة خالدة. وضعت الكنوز والتمائم حوله لترافقه في رحلته الأبدية. تحرك الموكب الملكي نحو وادي الملوك في صمت مهيب. وضع جسده داخل التابوت الذهبي في مقبرته الصغيرة، وختمت المقبرة لتنسى عبر القرون. أغلق الباب الحجري. مرت آلاف السنين والرمال تخفي سر الملك الطفل، حتى جاء الباحث الشجاع هوارد كارتر يبحث عن المقبرة المفقودة. سنوات من الحفر انتهت بظهور أول درجة تقود إلى العالم المخبى. وبمجرد فتح الباب ظهر ذهب لم يرى العالم مثله من قبل. التماثيل والكنوز كانت تلمع كما لو أنها صنعت بالأمس. ثم ظهر القناع الذهبي اللي أبهر البشرية كلها. بدأ العلماء يبحثون عن سر موت الملك، لكن الغموض بقي حاضرا. انتشر خبر الاكتشاف في العالم كالنار في الهشيم. أصبح توت عنخ آمون رمزا خالدا للحضارة المصرية، وظل اسمه يسطع عبر العصور. ملكا لم يأكله الزمن. بعد اكتشاف المقبرة بدأت دراسة كل قطعة بعناية مذهلة. تكشفت أسرار جديدة عن حياته وعن التكنولوجيا المذهلة للفراعنة. الباحثون اكتشفوا أن المقبرة بنيت على عجل، وكأن الرحيل كان مفاجئا. أما القناع الذهبي فكان تحفة تتجاوز حدود الفن والجمال. أصيب كارتر بالدهشة من بقاء القطع الذهبية سليمة لآلاف السنين، وبدأ العالم ينظر لمصر القديمة بعين الدهشة والإعجاب من جديد. وتحولت قصة الملك الطفل إلى أسطورة تجذب ملايين الزوار. بعض العلماء رأوا أن دفنه السريع ربما أخفى عنا أسرار لم تكشف بعد. ورغم الدراسات الحديثة ما زالت لحظة موته لغزا بلا حل نهائي. وفي النهاية بقي توت عنخ آمون فرعونا خلدته الأرض والسماء والتاريخ.